تخيل تكون ماشي لوحدك في طريق فاضي وفجأة تسمع حد ينادي اسمك بصوت شخص ميت من سنين. اسمعوا النهاردة مش مجرد قصة رعب، دي حكاية ناس في قرية صغيرة لحد دلوقتي بيقولوا إن اللي حصل فيها مش حقيقي. بس قبل ما نبدأ يلا ناخد حزتين مع بعض. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. لو بتحب قصص الرعب والغموض اشترك في القناة وفعل الجرس دلوقتي. اطفي النور وارفع الصوت وخليك جاهز عشان الليلة دي مش أي ليلة. كان الوقت حوالي 2:30 بعد منتصف الليل، والمطر كان بينزل خفيف على شوارع القرية الترابية. حسن شاب عنده 24 سنة كان راجع من شغله على الموتوسيكل بعد يوم طويل ومتعب. الطريق الزراعي كان فاضي تماما، ده صوت غير صوت المطر، صوت الموتوسيكل وهو بيشق الضلمة. لكن فجأة حسن لمح حاجة واقفة بعيدة تحت عمود النور الضعيف. واحد واقف وسط الطريق، ولما قرب أكتر اكتشف إنها ست كبيرة في السن لابسة أسود بالكامل وماسكة كيس قديم في إيديها. وشها كان مستخبي تحت الطرح. حسن وقف وقال: خير يا حاج؟ الست رفعت وشها ببطء وقالت بصوت ضعيف جدا: وصلنا للمقابر يا ابني. أول ما قال الكلمة دي حسن حس بأشعريرة جرت في جسمه. المقابر كانت ناحية تانية خالص ومفيش حد بيروح هناك بالليل، لكن اللي صعب يسيبها لوحدها. قال: اركبي. الست ركبت وراه بهدوء، ومن اللحظة دي كل حاجة بدأت تتغير. الجو بقى أبرد بشكل غريب وصوت الموسيقى بدأ يختفي تدريجيا. كان الدنيا كلها بتسكت. حسن بص في المراية ملقاش انعكاس للست. الكرسي باين لكن هي لأ، بل عرق وحاول يقنع نفسه إنه بيتخيل. لكن بعدها بثواني سمعها بتهمس: اوعى تبص وراك. حسن حس إن ده في سوق انقطع. فجأة الموسيقى اتطفى، وقف جنب الترعة مباشرة والضلمة كانت عالية. حسن حاول يدور على الموتوسيكل لكن مفيش فايدة. وفجأة سمع صوت خطوات في المية، خطوة وراها خطوة. كان حد بيطلع من الترعة، بس ناحية الصوت ببطء وشاف راجل طويل جدا هدومه غرقانة بمية وطين، وشه مش واضح، كان بيقرب ببطء شديد. حسن رجع لورا بخوف، لكن الست قالت بفجأة: متخافش، هو جاي ياخدني. الراجل وقف قدامهم مباشرة، وساعتها حسن لاحظ حاجة مرعبة. الراجل ما كانش ليه عينين، مجرد فراغ اسود. فجأة الست نزلت من على الموتوسيكل ومشيت ناحيته، وبصت لحسن لأول مرة بوضوح. وشها كان شاحب جدا وعينها باهتين بشكل مخيف، وقالت: انت طيب، عشان كده هنسيبك. وبعدها الراجل مسك ايديها والاتنين مشوا ناحية المقابر. في ثواني اختفوا في وسط الضلمة. حسن فضل واقف مكانه مش قادر يتحرك. وفجأة الموتوسيكل اشتغل لوحده. رجع البيت بسرعة وهو مرعب. أول ما دخل لقى أبوه قاعد ساكت بشكل غريب. قال له: أنت كنت فين؟ حسن حكى كل اللي حصل معاه، لكن وش أبوه يتغير فجأة. وقام واقف ببطء وراح فتح درج قديم، طلع منه صورة صفراء قديمة، ولقى فيه صورة كانت نفس الست. حسن حس إن الدم بيتجمد في عروقه وقال: من دي؟ أبوه رد بصوت: ايه دي أمك. حسن اتصدم لأن أمه ماتت وهو عنده 2 سنين. قال له: مستحيل. لكن أبوه كمل وهو بيبص للصورة الغريبة: إن أمك ماتت غرقانة في الترعة جنب المقابر. في اللحظة ديت حسن سمع صوت خبط خفيف على باب البيت. البيت كله سكت. أبوه بص ناحية الباب بخوف شديد، وحسن قرب من الشباك يبص، لكن أول ما بص وشه اصفر لأن اللي كان واقف برا هو نفس الراجل الطويل، واقف في الضلمة من غير عينين. وجانبه كانت أمه مبتسمة. وفجأة نور البيت كله انقطع، والباب بدأ يفتح لوحده ببطء. وبعدين سمعوا صوت أمه فوق من الضلمة: حسن تعال. بكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. لو عجبتك القصة متنساش تدعمنا بزر اللايك وتشترك في القناة وفعل الجرس عشان تشوف القصص رعب وغموض أكتر. وقولي رأيك في الكومنتات، لو كنت مكان حسن كنت هتفتح الباب ولا لأ. سلام.